هتشوفوا دلوقتي ازاي هنحول العلبة الكرتون دي لعلبة مناديل فخمة جدا، هتبقى قطعة ديكور في بيتكم. اول حاجة انا جبت العلبة دي وقسمتها على قد حجم علبة المناديل. دلوقتي انا حددت الاماكن اللي هقصها، من فوق ومن تحت ومن الجناب، وبقصها. كملوا الفيديو معايا للاخر هتستفيدوا قوي. بعد كده انا قصيت العلبة وجبت الجانب ده برضو بعمله مقاس الجانب المفتوح عشان اسد الحتة اللي مفتوحة دي. هو طبعا علبة المناديل بتبقى مفتوحة من تحت بس عشان ندخل فيها علبة المناديل او كيس المناديل. جبت مسدس الشمع وحطيت على الجانب ده وبلزقه اهو كده انا بقفلها من كل الجوانب اهو. بصوا بقفلها كويس جدا بمسدس الشمع من كل الجوانب. بعد كده هرسم الفتحة اللي هي بيطلع منها المناديل بالقلم، قلم رصاص، قلم جاف، اي حاجة. بعد كده هفرغها بالمقص او بالقطر اللي يعجبكم اهو. كده انا فرغتها. بعد كده جبت خافض اللسان الخشب ده، بيتباع في الصيدلية او في محل اخر العنقود. هعمل لها دعامات من الاربع جوانب، دعامات عشان تقوي البوكس اللي معايا اهو. بصوا انا بقصها على مقاس البوكس بتاع المناديل، بقصها بالمقص بتتقص معايا عادي جدا اهو. هعمل 8 عشان في كل جانب هنحط 2، في كل جانب هنعمل زاوية. دي دعامة وبتقوي البوكس معايا عشان مش اي حاجة ما يتقطعش بسهولة اهو. بصوا كده انا بحط الدعامات. هنحط بقى في الاربع جوانب نفس النظام اهو. كده انا حطيت في الاربع جوانب. بعد كده هجيب برضو الاعواد الخشب. بصوا علمت عشان هلزقها على البوكس من بره. هجيب بقى كل الاعواد وهقصها نفس الحجم ده اهو. بصوا قصيتهم كلهم نفس الحجم. هلزقها بقى بمسدس الشمع داير ما يدور البوكس. هتبقى تحفة. علبة المناديل دي بتتباع غالية جدا، احنا بقى هنعملها من غير اي تكلفة اهو. بصوا هعمله داير ما يدور البوكس. بصوا الشكل بقى جميل ازاي. طبعا هيتبقى مني البواقي اللي انا قصيتها برضو مش هنرميها، دي هلزقها من فوق، هغطي بيها علبة المناديل او بوكس المناديل ده من فوق. مفيش حاجة بتخسر معانا كده انا بلزقه. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير يا جماعة عشان ده بيشجعني اعمل لكم فيديوهات اكتر وتستفيدوا منها اكتر ان شاء الله. كل مرة تبقى فكرة احلى من التانية اهو. بصوا بقى عملته من فوق ازاي. جبت بقى انا لون فضي كده، دي بتبقى عبارة عن بودرة بتتباع عند الموان، بتتحط في شوية مية بتبقى اللون سيلفر. بس انا هعمله تجزيعات، مش هلونه كله سيلفر. انا حبيت شكله بالتجزيعات اكتر عشان لون الخشب يبان معايا. دهنته سيلفر وهدهنه كمان من فوق. بصوا هيبقى تحفة. كده انا بدهنه من الفوق اهو. بصوا لونه سيلفر ازاي. بصوا التجزيعات باينة كأنه شكله جميل قوي. بعد كده في الورد ده اللي كنت عاملاه بالفوم الجليتر في الحلقات اللي فاتت. لو عايزين تعرفوا ازاي بيتعمل تاني قولولي في الكومنتات. بصوا بقى الشكل النهائي قمر. بصوا هي محطوط فيها المناديل. ياريت تقوليلي بقى رأيكم في التعليقات، وياريت تجربوها هتعجبكم قوي.